والنبي احنا هنلاقيها منين ولا منين؟ من حكم ما بيشوفش وبيحسب حاجات وهميه، ولا من لعيبه واخداها عافيه وبتلعب بصحتها على ارضيه الملعب، ولا من واحد واقف على الخط اختياراته مرعبه؟ يعني انا كواحد من الناس كنت مستبشر فيه خير وبقول يكمل لحد يناير الكابتن عماد النحاس، ولو النتائج كويسه يكمل مع الفرقه الموسم. احنا يعني ما بنشاركش في اقوى بطولات يعني، ولكن اختياراته مرعبه مش مخيفه بس. يعني اختار التشكيل كله غلط، ولعب ديانج على مروان وهبد في نص الملعب ومقعد بره امام عاشور. تمام. نزلت ولقيت فرقه بتدافع وعمرها ما هتهاجمك، وفرقه ما جاتش اصلا. تمام. زيها زي بقيه فرق الدوري المصري في شعب كوره. وانت عندك الامكانيات بتاعت اللعيبه دي، ما تنزل يا عم حسين الشحات يا عم مكان طاهر. انت منزل طاهر بصحته تعمل بيه ايه في الماتش؟ منزل طاهر بصحته يعمل بيه ايه في الماتش؟ وتريزيجيه واخدها عافيه في الملعب، بياخد الكوره كانه صاحبها ويقعد درج درج يجري بيها. ايه يا عم في ايه؟ لعيبه واخدها عافيه، اختيارات من على الخط غريبه وعجيبه ومرعبه، حكم ما بيشوفش. ما هو بص يا عم الحكم، هي ما فيهاش حاجه خالص، ده مبدئيا خالص ما فيهاش اي حاجه خالص. ولكن انت دلوقتي اديت لي الشناوي انذار وحسبت فاول، ما هي يا اما فيها وكارت احمر يا اما ما فيهاش. اما فيها وكارت احمر يا اما ما فيهاش خالص. ايه فاول وانذار دي كمان؟ يا عم انتوا هتكتبوا على جناننا قسما بالله. يا عم عدل الفرقه وطلع ديانج ده من الملعب، والله ما بيعرف يلعب كوره. طلعه من الملعب ونزل امام عاشور، هي مش اختراع الكوره، الكوره مش اختراع. وطلع الراجل اللي بيلعب عافيه اللي اسمه تريزيجيه ده، ونزل الراجل المهاري التاني بيعرف يلعب كوره. يا لهوي الواحد كان متامل فيك خير يا عماد يا نحاس قسما بالله.